السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. أفارقة يثيرون الرعب ويخربون أملاك مواطنين بعين حرودة قبل قليل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، شهد حي جنان زنة بعين حرودة صباح اليوم الجمعة حالة استنفار أمني بعدما تعرضت مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية لهجوم مفاجئ خلف خسائر مادية كبيرة وحالة من الهلع وسط السكان. وبحسب مقاطع فيديو فإن الواقعة تورط فيها عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقية جنوب الصحراء، والذين دخلوا في حالة فوضى وعنف غير مسبوق، ما أدى إلى تكسير واجهات المحلات والسيارات وترويع السكنة خاصة النساء والأطفال. مصادر نقلت أن المعنيين يحملون الجنسية السودانية ويقيمون بالمغرب بطريقة غير شرعية. الساكنة المحلية عبرت عن غضبها من تكرار مثل هذه الحوادث، مناشدة السلطات الأمنية والعمومية بالتدخل الفوري لإعادة الطمأنينة إلى المنطقة وتعزيز التواجد الأمني، مع الدعوة إلى معالجة شاملة لملف الهجرة غير النظامية بما يحفظ الأمن ويصون كرامة الجميع.